السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا صلي على الرسول الكريم ونشوف عملنا احلى كفتة رز. بس كفتة رز مختلفة المرة دي خالص. احنا بنعمل كفتة الرز باللحمة، المرة دي هعملها بالبانيه. ايه رأيكم؟ والله جميلة جميلة ومتماسكة جدا جدا في الصلصة. يعني انا هعمل الفيديو اللي بعد ده في خضار بسلة وبطاطس، شوفوه. هتلاقيني حطاها في صلصة جميلة جدا جدا، ما تفرقش خالص عن الكفتة اللي باللحمة. ما عندكيش حتة لحمة مفرومة، هاتي صدور فراخ واعمليها، وممكن تتعمل بفرخة كاملة على فكرة، مش هتفرق خالص. انا معايا هنا صدور الفراخ. على فكره هي لونها متغير عشان انا كان عندي حته في الفريزر وحته لسه جايباها فريش، فعشان كده باين انها مختلفه. اولا لازم اغسل ايدي واصبنها كويس جدا عشان انا مسكت فراخ، عشان ما امسكش الكبه بتاعتي والحاجه بتاعتي والوثها بالفراخ النيه، وده خطر جدا. عشان كده غسلت ايدي بالصابون كويس جدا، وجيت بقيت انزل الفراخ بالشوكه. ودي حاجه مهمه قوي قوي، النظافه في الشغل اهم من الشغل نفسه. بعد ما طحنت البانيه عندي طحنه كده، انا مش هطحن طحن كتير عشان انا هرجع اطحن تاني. معايا هنا كوبايه كبيره من الرز المطحون. على فكره انا طحناه نص طحنه، مش طحنه كامله. يعني الرز هنا بيبقى باين، ما بيبقاش بودر زي كفتة الرز اللي باللحمة المفرومة. وده النص التاني من البانيه برضو بطحنه طحنة بسيطة، يعني يا دوب بيتقطع. ونزلته كل حاجة هطحنها، يا دوب اقطعها مش هطحنها، لاني انتوا عارفين ان كفتة الرز لازم تتضرب في الاخر ضربة كويسة كده مع بعضها علشان تسمغ، عشان تعرفي تشكليها وما تفكش منك في اي صلصة في اي حاجة، فلازم تسمغ. انا هنا معايا عودين كده من البصل الاخضر، معايا شبت شايله العروق بتاعته كلها، وده شويه بقدونس برضو هشيل العروق بتاعته، انا مش محتاجه العروق لان العروق بتلف كده وبتبقى مش حلوه خالص في الكفته. معايا هنا البهارات بتاعتي كلها. طبعا انا كاتباها لك يعني عشان ما اضيعش وقت وانا بقولها. ودي معلقه كبيره من الثوم، وهضرب برضو ضربتين كده. انا بفرم، بقطع قطع كبيرة وبفرم، لسه هسمغ الحاجات دي كلها مع بعضها. ما تفرقش خالص عن كفتة اللحمة والله، وتغيير. يعني انا ما عنديش لحمة، جربت اعمل بالفراخ طعمة جدا جدا. البهارات بتاعتي دول شوية زعتر، بقلب كده البهارات كويس مع الرز عشان اضمن ان هو يختلط كويس. وفضيت البصل والخضره بتاعتي اللي انا قطعتها. عايزه تحطي قرن فلفل حراق او بارد حتى مش هتفرق، وهتدي طعم حلو قوي. انا هنا هبتدي احط في الكبه حته حته برضو، وابتدي ورحت غسلت ايدي برضو عشان قلنا الفراخ النيه ما ينفعش نمسك بيها كل الحاجه اللي احنا بنستعملها. صبنت ايدي وجيت ضربتها ضرب كويس. نسيت احط خل، دول معلقتين كبار من الخل، وجيت حطيتهم هنا لان انا نسيت احطهم في المقادير في الاول، لكن هم يتحطوا في الاول مفيش مشكله يعني. هنا انا ضربتها دي ضربه كويسه اهي. بصي الفرق بين دي ودي في الضرب، انا هوريكي الفرق هنا. بصي باينه مطحونه كويس، والخضره مطحونه والبصل وكل حاجه. بصي بقى انا طحنت هنا نص على جنب فيه خضره كتير، ونص التاني اللي في الاخر ده ما فيهوش خضره كتير، لان انا عندي حد مش بيحب الخضره ياما. بس هنا بقى كفته الرز هتختلف شويه في سواها عن الكفته العاديه. احنا هناك بنحمرها اللي باللحمه، لا دي بقى هسلقها شبه الكوبيبه. في ناس بتعمل الكوبيبه بالطريقه دي، كوبيبه الافراح تقريبا بيسموها كده. بصي بقى انا بسلق. وعلى فكرة انا كفتة اللحمة برضو بعملها بالطريقة دي، مش بحمرها على طول. معلش هنا البخار طلع بقى عليكم كده اول ما شلت الغطا. انا هنا بسلق شوية مكرونة، الصوصة دي بتبقى خفيفة وجميلة قوي في الاكل. بسلقها جنب الكفتة، هي شغالة جنبي هنا بتتسلق. آه، اهم حاجة واحنا بنسلق الكفتة ما تشيلهاش من المية الا لما تطوف فوق، واخده بالك اللي بتطوف فوق بتطلع فوق، هي كده استوت. انما طول ما هي تحت ما تطلعهاش من الحله خالص، من الميه اللي بتغلي. بصي انا طلعت اللي طاف فوق وحطيت بكمل تاني. انما لو طلعتيها يعني وهي لسه ما طلعتش لحد فوق، مش هتبقى مستويه 100%. فدي خطوه مهمه قوي قوي لازم تاخدي بالك منها وانتي بتسلقي الكفته. سواء كفته معموله، كفته الرز دي سواء معموله بصدور الفراخ او معموله باللحمه،
بصي اللي تطوب فوق هي اللي انا ارفعها واشيلها، انا كده ضمنت سواها. احنا بنحمرها علشان تدي طعم التحمير، مش عشان تستوي في التحمير خالص. هي كده انا كنت سويتها سوا كامل وسلقتها كلها بالوضع ده. حتى الجزء اللي شيلته عشان اطبخ منه تاني يوم بالبسله والخضار واحطها في صلصه، كنت محمراها بقى، كنت شايلها مسلوقه، انا حمرتها بس قبل الاكل. بصي بتبقى جامده جدا يعني مستويه، يعني ممكن تاكلي منها وهي كده على فكره. بس طبعا معروف ان الكفتة دي لازم تتحمر لانها بتدي طعم تاني، وبتبقى طعمة بصراحة ان هي تتحمر. انا بحط شوية زيت صغيرين، ما بحاولش اكتر الزيت. دي الصلصة بتاعت اللي انا كنت مفرزاها معاكم وعاملاها من غير تسبيك. ارجعوا الفيديو الطماطم هتلاقوني مسبكة الطماطم من غير تسبيك خالص. ازاي؟ خشي الفيديو عشان تعرفي. طبعا البهارات بتاعت المكرونه سهله قوي، انت بتحطي الحاجه اللي تعجبك، شطه وملح وفلفل اسمر. حبيتي تحطي شويه بابريكا، حبيتي تعمليها مش حراقه زي ما يعجبك، دي حاجه اختياريه. انا هنا بصفي صفيت المكرونه وبحطها. بصي بوريكي هنا الصلصه قد ايه بتبقى جميله وهي مش متسبكه والله، وطعمها حلو قوي 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 بالبصله اللي احنا حرقناها. حمرناها تحمير شديد عشان تديني اللون ده. بصي هنا انا كنت خلصت الاكل واللي ورا ده مسلوق، انا شلته وعملت على قد ما الولاد هيتغدوا بس، وبعد كده بحمر على قد العشاء، وهحمر تاني يوم على قد الخضار الجديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ورب الاكل يكون عجبكم. اشوفكم على خير. بحبكم في الله. باي باي.